صباح الفل والورد والياسمين. يا رب كل اللي هيسمع الفيديو ده او هيشوفه النهاردة يكون مبسوط ويكون في احسن حال. الايام اللي فاتت دي، طبعا كلنا شفنا الاحداث اللي حصلت من ممثل معين كده، والحمد لله هو نال يعني كل اللي هو يستحقه من الناس ومن الجمهور ومن زمايله وكل حاجة. بس انا بصراحة ما اكدبش عليكم، انا عندي كلام تاني لممثلة معاه. انا شفت لها حديث واحد، ويا ريت بس اللي يسمع الفيديو بتاعي ده او يشوفه لو يعرف يعمل لها هاشتاج او منشن او لان الحاجات دي انا مش بعرف اعملها بصراحة. يبقى يا ريت يعني، لان هي قالت كلمتين. طبعا في البداية هي الفنانة مي عز الدين يعني، وهي من الناس اللي انا بحترمهم، ويعني بشوف الأعمال بتاعتها ظريفة ولطيفة، وهي حد موهوب وربنا يوفقها يعني. واتكلمت في اللقاء ده عن ان هي مامتها مريضة وابتدت اول جلسة غسيل للكلى، وان طبعا في البداية ربنا يشفي عن والدتها وكل المرضانا يا رب. وانا مقدرة جدا وفاهمة يعني ايه احساس ان يبقى حد عنده والده او والدته تعبان، لان انا مريت بنفس الظروف وكنت بتعذب يعني فعلا في الوقت ده انا كان ان انا اموت اهون بالنسبة لي من ان انا اشوف والدتي بالوضع ده. وعارفة كويس كمان موضوع امراض الكلى ومشاكلها، وان الانسان يوصل لمرحلة غسيل الكلى ده مش هو بس اللي بيبقى تعبان وموجوع، ده كمان الكل اللي حواليه. فمحل بقى بنتها، فالله يشفي عنها. وهي اتكلمت في اللقاء ده ان هي بالرغم من ان هي سايبة يعني مامتها بالوضع ده، سابتها عشان الالتزام وعشان خاطر في عقود والتزام واتفاق، وهي كانت لازم تسافر تعمل العمل الفني اللي هي رايحة تعمله. كل ده جميل ويقدر ويحترم. وجهة نظري بقى وردي على الأستاذة في حاجة، انت المفروض اللي متوقع منك، وانا من جزء من احترامي ليكي، ان انت واحدة عندك ادراك وبتفهمي كويس وعندك جزء من العقلانية. يا استاذة يا عقلة، الله يشفي عن والدتك للمرة التانية والتالتة والرابعة. الناس قدرات حضرتك عندك القدرة انك تسيبي والدتك وتروحي تسافري وتعملي حاجة زي كده. ما تطلبيش من كل الناس يبقى عندهم نفس القدرة والقوة والباور اللي عندك. كل واحد عنده قدرة غير التاني. في بني آدم يقدر يعمل كده وفي بني آدم ما يقدرش. انا في عز ما كانت والدتي تعبانة كنت بضطر اروح الشغل واستأذن وارجع لها، وللأسف كانت اجازاتي قليلة جدا عشان اقدر ان انا اتابع، يعني ما كانش عندي امكانية ان انا ابقى مقيمة معاها ليل نهار اخدمها والكلام ده كله عشان في شغل. في نفس الوقت في واحدة زميلتي في نفس المكان اللي كنت بشتغل فيه، لما مامتها تعبت وكان تعب اقل كتير جدا جدا من تعب والدتي. انا مش عايزه اقولك ان هي خدت اجازه تقريبا لمده 3 شهور، يعني انا ما شفتهاش في الشغل. لا هي احسن ولا انا احسن، دي قدرات ربنا خلقنا بيها. فيا ريت ما نزايدش على بعض ونتمنظر بقدراتنا. وانا مش عايزه اقولك ان احيانا اللي بيروح شغله ويسيب اهله في محنه او حد مريض عنده، ممكن ما تكونش قوة ولا التزام ولا كلام من ده خالص. الكلام الفاضي ده اركنيه على جنب. ده ممكن يكون كمان من نابع الضعف. ممكن يكون هو من كتر ما هو مش قادر يشوف أعز الناس قدامه بالوقت ده بيهرب بأي حاجة تانية قدامه. فطبعا هو عنده أهم حاجة بتبقى شغله فبيهرب بيه. فما تتمنظريش على حد بان انتي قدرتي تعملي حاجة وغيرك ما قدرش، انتي قدرتي تتحملي موقف وغيرك ما قدرش. فهو ده الهدف بصراحة من الفيديو. يا جماعة، قدراتنا مش زي بعض، احنا ربنا ما خلقناش زي بعض. لا خلقنا أذواقنا زي بعض، ولا خلقنا ردود فعلنا للأحداث زي بعض، ولا أي حاجة.
الناس بقى اللي بتطلع تتمنظر وتزايد وتقول لك انا، ده انا التزمت. لا، هو حبيبتي مش التزام خالص، بلا التزام بلا كلام فاضي. وفري التزامك لنفسك وبتاع ده والشعارات الكدابة دي. وانا عشان ملتزمة جيت ومش عشان ملتزمة جيت، هي مسألة قدرات وظروف تختلف لكل واحد. فما بلاش بقى جو الحقن والأسفنة والكلام اللي من تحت لتحت عشان تبرري ان اللي زميلك اللي وقف قال كلمتين ملهمش اي تلاتة لازمة على مسرح وانتي كنتي طالعة في الصورة وراه. انتي عايزة يعني تقولي ان انا مش غلطانة؟ بالعكس، ده انا احسن حد في الكون. ان انا سبت امي وهي تعبانة عشان شغلي؟ لا، انتي مش احسن حد في الكون. معلش، طب ما انا ممكن ابص لواحدة تانية استقالت من شغلها وقعدت تحت رجلين امها تخدمها وتتابعها على انها احسن منك. هي احسن منك. هي واحدة ضحت برزق وضحت بحاجات كتير وضحت باستقرار شغل والكلام ده كله عشان تبقى مع مامتها. لا، هي احسن. ما على فكرة هي مسألة نسبية. في ناس هتشوفك انتي احسن انك انتي سبتي مامتك وهي تعبانة، وفي اول جلسة غسيل كلى ليها انتي سافرتي عشان خاطر التزامك. والله اعلم. انا ايه اللي ضمني من كلامك ده مصداقيته؟ انتي مسافرة عشان التزامك، ولا مسافرة عشان الفلوس اللي هتاخديها، ولا مسافرة عشان ايه؟ ايا كان. انا ممكن ناس تشوفك لا انتي صح، انتي التزمتي ورحتي رغم الظروف اللي فيها. في ناس ممكن تبص ان لا، ده جحود. انتي سبتي اقرب الناس ليكي وهي محتاجالك وهي في محنة. وغيرك ممكن يبص للموضوع بحاجة تانية. يعني معلش، انتي هتيجي ايه جنب واحدة اللي عرفتوا ان هي كانت متزوجة ويعني طلبت الطلاق وانفصلت عن جوزها عشان امها كانت محتاجاها اكتر ومحتاجة خدمتها ليها، وهي فضلت انها تعيش تحت رجلين امها باقي عمرها وتخدمها وتشوف طلباتها، وقالت لك الجواز رزق وربنا يعوضني براجل احسن منه، بس يعني انا لا، انا امي اهم دلوقتي. في ناس ممكن تبص لها لا، دي غلطانة، دي واحدة خربت بيتها. طب ما كان ممكن تظبط الدنيا بين هنا وهنا. طب ما ممكن. الله اعلم بظروفها. فما تزايدوش بظروف بعض على بعض. مش معنى ان حضرتك سبتي مامتك وهي بتغسل كلى وسافرتي عشان تعملي حاجة انا مش هقول عشان تهرجي ولا تلعبي، لا، سافرتي عشان شغلك ايا كانت طبيعة شغلك ايه، انترتينمنت ايا كان هي ايه. عملتي ده كله، ده مش معناه ان انتي احسن من حد. فبلاش اللقاءات اللي هتخليكي تسيب الناس يعني الناس تسيب الشخص اللي هم عاملين عليه الحفلة اليومين دول وهتمسك فيك انتي. ابعدي يا بنت الناس. لو انتي فعلا عندك ام مريضة، امك دي يعني اولى بكل وقت واولى بكل مجهود وتركيز منك. ما تدخليش في نفسك في حوارات مع الناس وفي مشاكل، والناس بدل ما تدعيلك وتقولك ربنا يشفي عن امك هتتلاقي هجوم انتي مش متوقعه. بقى للناس عامة، ما تزايدوش على بعض يا جماعة بمواقفكم وردود أفعالكم. آه لأن يعني مش معنى ان انت عملت حاجة ان انت تبقى الأحسن. انت عملت الحاجة اللي تناسب ظروفك واللي انت تقدر عليها. هي مسألة قدرة مش التزام يا جماعة. مسألة انت قادر او لا. في ناس انا اعرفهم ممكن لو القطة بتاعتهم تعبانة ما يروحوش الشغل عشان خاطر لازم يقعدوا جنب الكائن الضعيف ده. وفي واحد يقول لك لا، ده انا بالرغم من ان ابويا تعبان ولا ابويا مش عارف حصل فيه ايه، انا سبته ونزلت وعملت كذا. ده ليه ظروف وده ليه ظروف، وده رد فعله ناحية الموضوع ممكن يحترم من وجهة نظر الناس معينة، وده نفس الشيء برضه. كل واحد بيعمل اللي ظروفه يقدر عليها. انت بقى ما تجيش تقف تعمل نفسك عنتر زمانك وتقول ده انا عملت كذا وفلان ما عملش. انت شعرفك ظروفه، شعرفك هو يقدر على ايه. زي ما قلت لكم كده وبعيد وازيد، احنا كلنا مش زي بعض. لا احنا لوننا زي بعض، ولا احنا اطوالنا زي بعض، ولا اذواقنا في الاكل والشرب زي بعض، ولا اذواقنا في اللبس زي بعض.
ولا احاسيسنا ومشاعرنا زي بعض، ولا حالتنا النفسية زي بعض. واللي انت تقدر تتحمله انا ما اقدرش اتحمله، وفي حاجات انا اقدر اتحملها غيري ما يقدرش يتحملها. لازم كده يعني. ابتدي يومك وانت حاطط في دماغك ده. ابتدي يومك وانت حاطط في دماغك ان مش كل حاجة انت تقدر تعملها غيرك يقدر يعملها. يعني في ناس ممكن تقولك ايه، يعني 5 جنيه هتفرق مع الانسان ده ان هو كان يطلعها مثلا صدقة ولا يطلع. ممكن تكون فعلا فارقة معاه. ممكن يكون ال5 جنيه دي هيجيب بيها حاجة مهمة لنفسه وما يقدرش يطلعها. في واحد تاني ممكن يبقى سهل عليه، لا يطلع 50 و500، يطلع 5000، مش فارقة معاه. فاللي يجي بقى يقدر يطلع مثلا صدقات بال5000 وال50000، ما يجيش يقول ايه ده انا بطلع كذا، طب واللي معاه 5 جنيه ده يعني هين عليه. اه هين عليه. في ناس ممكن يبقى الجنيه يفرق معاه. ما تزايدوش على بعض يا جماعة. المسألة مسألة قدرات. يعني انا مش عايزة اطول في الفيديو ده اكتر من كده، بس بصراحة يعني حسيت ان انا لازم اقول الكلام ده. محتاجة ان انا اوصل صوتي للموضوع ده، يعني في الموضوع ده، لان انا بالنسبة لي ده مهم. لان في ناس فعلا حتى لما بتيجي تنصح حد، انا عملت فيديو قبل كده في الموضوع ده، هم بينصحوك باللي بيقدروا يعملوه. ما مش بينصحوك بناء على ان هم حاطين نفسهم في نفس الظروف ونفس الحالة النفسية ونفس الهالة اللي انت فيها. وده غلط. احتفظ بنصايحك واحتفظ بالمزايدات بتاعتك لنفسك، اللي تقدر تعمله انت في حياتك ما تلزمش حد تاني انه يعمله. وفر الكلمتين لنفسك. وانت يا فنانة يا محترمة، بلاش اسفنة وشغل البوتاجاز من تحت لتحت. وده كان اللي يهمني. لو هكلمك بقى بلغة الناس اللي هي يعني بتاعت اليومين دول، بلاش تبقي بوتاجاز. وشكرا.